السلام عليكم. القصة اللي أنا أحكيها لكم دلوقتي حصلت من 10 سنين. أنا عمري دلوقتي 34 سنة. لما كان عندي 24 سنة كنت ماشي يوم الحد، مستحيل أنسى القصة ديت. كنت ماشي في القاهرة على كوبري النيل الساعة 12 بالليل. في اليوم ده قلت لنفسي أنا عايز أتمشى شوية، لأني في العادة وأنا في مصر في عادتي ديت ما بحبش أنام بدري. ليه؟ علشان بالنهار زحمة كبيرة جدا، فبالليل بحب أتمشى كده بالليل كده في الرواقة، وأحب كده أتمشى جنب النيل. بس الكلام ده حصل من 10 سنين. أنا ماشي فوق كوبري النيل، لقيت امرأة بتصوت وبتصرخ، بتقول الحقوني الحقوني بيخطفوني. ولقيت شابين رجلين معاهم سكينة وبيهددوا المرأة ان هما لازم تركبي معانا العربية يا اما هنقتلك. انا في الاول بصيت كده، لما سمعت الصراخ عاد فيا بروح ناحية المشكلة، بحيث لو انا في ايدي اعمل حاجة اعملها مش هتأخر. فرحت ناحية الصراخ وبصيت بسرعة كده، في 5 ثواني حللت الموقف. قلت طب هل الصراخ ده ممكن بين زوجة وزوجته ولا ايه بالظبط؟ انا لقيت راجلين واسفا على وجوههم لعنة ربنا وغضب ربنا. ايه ده؟ مستحيل انسى الوجهين دول ابدا في حياتي حتى الممات. معاهم واحد معاه سكينة قد كده، وواحد معاه مطوة صغيرة. اتنين طلعوا برا العربية والتالت ركب العربية. فاكر الموقف جدا. العربية لونها سودا. العربية مواصفاتها مش جيب ولا حاجة، كانت صغيرة، ملاكي صغيرة، يعني حجم صغير. طبعا في الوقت ده ما كانش فيه زحمة قوي، يعني على الكوبري كان فيه ممكن 3 يتمشوا على الكوبري، 4 يتمشوا على الكوبري من 10 سنين. فبعد كده الراجلين، واحد مسك دراع المرأة بإيديها كده، إيد المرأة وبيشدها. قسما بالله العلي العظيم دمي فار، دمي فار. ازاي انت يا حيوان تمسك دراع امرأة وعايز تخطفها وبتركبوها بالعربية ومعاكوا السكينة؟ رحت انا اندفعت وجيت قلت لهم سيبوها. لقيت الراجل معاه السكينة الكبيرة بيقول لي امشي بقى. أنا اللفظ ده عمري ما انساه. امشي يا شاطر احسن نروحك لامك متعور او قتيل. قال لي بنفس اللفظ، قال لي لما قلت لهم سيبوا المرأة ديت وخليها تمشي في حالكم وخليها تمشي في حالها، الراجل قال لي امشي يا شاطر احسن نخليك تروح لامك قتيل وجريح. عارف انا قلت له ايه؟ قلت له قسما بالله خلقني انا ولا فارق معايا اني اموت ولا اي حاجة. قلت له انت ازاي امرأة بتستغيث وبتقول الحقوني؟ يعني لو انا مشيت فين الرجولة؟ قلت له سيبها. قال لي مش هسيبها، وجاي بالسكينة جاي علشان يخزني هنا في بطني. انا في اللحظة ديت ولقيته جاي كده من جوايا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قلت يا رب لو انا اتقتلت ومت فانا شهيد، شهيد كنت بدافع عن عبد من عبادك في الارض، كنت بدافع عن امرأة. فالراجل جاي كده، الراجل كان تخين شوية وعريض، جاي كده وجاي يضربني. رحت انا رجعت شوية وبرجلي ضربت السكينة، يعني ضربت
ايده برجلي كده. كنت لابس انا كوتشي جزمه رياضيه. بصوا خليكم كده معايا. السكينه كانت جايه وهتيجي هنا في جنبي، رحت رجعت لورا كده وبرجليا كده، رحت اقصى مجهودي اقصى قوه عندي، رحت ضربتها كده. ولما ضربتها السكينه اترمت في النيل. طبعا الراجل التاني بالمطوه ماسك دراعها، ماسك ايد المراه. اما الراجل التخين ده بيتخانق معايا انا، ولا يهمني الراجل التخين اللي بيتخانق معايا، ولا يهمني الراجل اللي بيمسك ماسك السكينه عشان يغزني في بطني. انا اللي يهمني الراجل اللي معاه المطوه وماسك ايد المراه. يا جبان، المراه تستغيث وانت ازاي تمسك ايديها؟ ايام زمان واحنا بنقرا في القصص والله حصلت موقف، امراه قالت ومعتصماه، والمعتصم ده كان حاكم من حكام الارض. الجنود سمعوا وراح جه عشان ينقذ امرأة بالجيش. القصة ديت الموقف حصل معايا في نفس الوقت. الراجل التخين لما عمل لي جاي عشان يغزني في معدتي بالسكينة، رحت ضربت برجليا ايده، راح السكينة وهي انا شايفها قدام عينيا كده بتطير كده، وراحت اترمت من الكوبري من النيل. وبكل غيظي وبكل غضبي وبكل قوتي بايديا كده مسكت، قعدت اضرب في وش الراجل هنا، قعدت اضربه. وبعد وانا بضربه كده ضربته الضربه الاولى، راح بايده التانيه راح ضربني هنا. لقيت وجع كبير ولقيت الدم بينزل من سناني هنا، بس الحمد لله ما فيش اي حصل حاجه لسناني، لكن بين السنتين الدم نزل. طبعا انا دمي في ساعتها ده دمي سخن، فمش حاسس بألم، مش حاسس بألم. لما ضربني كده مش مشكله، رحت قعدت اضربه، قلت له يا حيوان يا كلب انت ما عندكش نخوه. رحت قعدت اضربه. وكنت عايزه كده اشيله وارميه في النيل، بس الراجل حوالي 100 كيلو، فقعدت اضربه كده. وبعد كده الراجل استسلم، وواحد حط كده مش قادر لانه خلاص بكل قوتي انا قعدت اضربه. والراجل ماسك ايديها كده التاني. انا لما ضربت الراجل ده بصيت للراجل التاني ومعاه مطوه وماسك ايديها، انا ما قدرتش على طول، ما قدرتش اتحكم في نفسي، بس لازم التحكم في العقل. قلت لنفسي في ثانيتين، قلت لو انا مسكت ايد الراجل علشان اشيل ايده من ايديها، الراجل بالمطوه هتنزل على رقبتي هنا وممكن تعورني، او هتنزل على وشي واخد علامه، ويبقى لو انا عشت تبقى العلامه في وجهي. فالمسلم المؤمن كيس فطن، المفروض الانسان يكون ذكي. فانا قلت على طول جريت ناحيه المطوه، هو طبعا ماسك الست وماسك المطوه كده بسرعه رهيبه جدا. عملت ايديا ومسكت ايده كده، ومسكت ايده كده والمطوه كده. ايه اللي حصل؟ ايده التانيه ساب ايد المراه، بس عمال ايه؟ بيضربني هنا بايده التانيه وعمال يضربني. انا ولا حاسس بالوجع خالص. ليه؟ لاني امرأة تستغيث، انا عايز انقذ المرأة دي. ومسكت المطوة برضو، مسكت كده المطوة وخدتها من ايده، بس ازاي؟ رحت ضربت بنية في عينه هنا. وبعد كده مسكت المطوة ورميتها برضو في النيل. وانا بضربه لقيت الراجل التاني قام من ورايا ومسك كده راح وضربني على كتفي هنا. الحمد لله ما كانتش على كتافي، ما كانتش على دماغي هنا. راح ضربني بعزم وبقوة ايده هنا ديت. وبعد كده رحت انا ما حسيتش بنفسي كده، الوجعة كانت قوية جدا، مش عارف ضربني بايه. رحت رجعت نزلت كده، وبعد كده انا كل وتعبي لكن مش قادر اقف، الضربة قوية وجسمي ما يقدرش يتحمل، خلاص كل قوتي نفذت. وبعد كده ببص عليهم كأم عيني على المرأة هي بخير ولا لأ. لقيت الراجلين ركبوا العربية وخافوا على طول وجريوا. وبعد كده المرأة جت بتقول لي هو انت كويس؟ قلت لها انا كويس الحمد لله. قمت بالعافية. قالت لي شكرا انا ماشية. قلت لها لا استني، لازم اوصلك بتاكسي، لازم اوقف تاكسي ليكي. قالت لي ماشي. قلت لها انت رايحة فين؟ قالت لي انا رايحة عند اختي في الدقي. ماشي تمام. رحت شاورت لها تاكسي. ولما التاكسي ركب قلت لها معاكي فلوس ولا لا؟ قالت لي معايا فلوس.
فركبت لها التاكسي وراحت، والحمد لله تم توفيق من ربنا سبحانه وتعالى إني أنقذت هذه المرأة. السبب الأساسي من حكايتي للقصة ديت، مستحيل أنا مش عايز أكون بطل وأحكي أقول أنا بطل، لا أبدا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لازم يا جماعة ننشر الأمثال الصالحة بين الناس، لازم ننشر اللي بيحصل علشان نكون حد يسمع القصة ديت لو حصل موقف مع امرأة وكده ما يخافش، لو اتوفى يبقى شهيد عند الله. أنقذ امرأة، لو ما توفاش يبقى أنقذ المرأة. تخيلوا لو المرأة كانت خطفوها كان هيكون عندها حالة نفسية ليوم الدين، أو ممكن كانت بعد كده تنتحر. علشان كده رجاء وليس أمرا، هذه القصة لعلها تكون لو حصل أي حد موقف زي كده مشابه وهو اتفرج على القصة ديت ممكن تبقى تشجيع لي ومثال يحتذى به وينقذ أي امرأة لو حصل أي موقف قدامه. فرجاء وليس أمرا، هذه القصة ممكن تنشروها على الجروبات الواتساب عندكم، لعل إن شاء الله ممكن حد تكون عظة ومنفعة لي في المستقبل. ولمزيد من الفيديوهات القادمة اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس. تحياتي لكم. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.